الجلباب والشال والطاقية. ظهور باسم يوسف يثير نقاشا حول رمزية التراث المصري. بالجلباب الأسود المصري والشال الملون والطاقية وعصا التحطيب الشهيرة التي ترمز بها صعيد مصر، ظهر باسم يوسف بشكل مميز خلال الحلقة الثامنة من الموسم السابع لبرنامج أربز جوت تالنت. وعن سر اختيار الجلباب المصري قال باسم يوسف: كل مرة الأستاذ ناصر بيجي مرتدي الزي التقليدي، وإحنا في النهاية مصريين نرتدي ملابس بطابع عصري ومن براندات عالمية، ولكن في الأصل نحن فلاحون. أنا فلاح أصولي من محافظة الغربية. وتابع باسم يوسف خلال برنامج أربز جوت تالنت: أنا قررت أرتدي زيا من الثقافة المصرية، الجلباب صعيدي والطاقية نسبة للفلاحين وكذلك الشال. وأثار باسم يوسف جدلا واسعا على منصات السوشيال ميديا خلال الساعات الماضية بعد ظهوره بالجلابية الصعيدي، وتضارب آراء الجمهور على السوشيال ميديا حول جلباب باسم يوسف.